هي في البداية ابتدت لعبة بس ما نعرفش ليه عملت كده. ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تسمعوني انا فاطمة عادل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وكمان عشان يوصل لكم كل جديد. بتبتدي بأحداث المسلسل بشريف اللي بيكون راجل متجوز ومنظم جدا وأمين ومخلص وبيحب مراته وبيته وعياله. وبتبتدي أحداث المسلسل لما شريف بيصحى ويلاقي مراته شروق صاحية وقاعدة بتظبط ميزانية البيت، وبنعرف إن شروق مراته ست ناجحة جدا في تدبير البيت، كمان بتحب شريف جدا ومهتمية بكل تفاصيل البيت وإزاي تقدر توفر. وبعدين شروق بتطلب من شريف إن هو يصحي البنات وهي تصحي يوسف ابنهم. وشريف لما بيروح يصحي البنات بيلاقي بنته لينا قاعدة صاحية وقاعدة بتلعب، فبيقول لها بتلعبي ايه يا حبيبتي؟ بتقوله انا بلعب روبلوكس. فبيقول لها ايه روبلوكس دي؟ بتقوله هو في حد في الدنيا ما يعرفش ايه هو روبلوكس؟ وبيطلب منها باباها ان هي بعد كده تبقى تصحى بدري وتنام بدري علشان تستعد ان المدارس قربت، علشان فجأة كندا بنته تبدأ تصحى وتسأله الأسئلة بتاعتها اللي كل شوية بتسأل في كل التفاصيل، وبتقوله هو احنا بنروح المدرسة ليه؟ فباباها بيعمل ان كأن مامتها ندهت عليه وبيروح لها وبيسيبها ويمشي. فتقوم كندا سألة أختها لينا، فلينا برضو بتقرر ان هي تهرب من أسئلتها بان هي تقول ان باباها بينده عليها. أما بقى يوسف بيكون قاعد صاحي وبيلعب روبلوكس، وبيكلمه واحد من زمايله وبيقول له ايه ده، انت ما عندكش بيت ولا عندك اي حاجة في اللعبة؟ يا عيني انت غلبان جدا، انت ما عندكش روبوكس تشتري بيها؟ يوسف بيتغاظ جدا وقتها وبيقول انا مش غلبان. واول ما مامته بتيجي بيطلب منها ان هو ياخد مصروف الشهر كله على بعض، ولكن مامته بتقوله لا ما ينفعش تعمل كده، وكمان مش دي الحاجات اللي احنا ممكن نشتريها. فبيقرر يوسف وقتها ان هو يعمل سيرش على جوجل بطريقة داونلود لعبة روبلوكس بس تكون متهكرة، وفعلا بيلاقي لينك وبيدوس عليه وبيعمل داونلود للعبة. أما بقى هنا اللي بتروح تصحي جوزها سامح وبتقوله إن هي بالمناسبة قررت تبدأ دايت النهاردة، وإن هي قررت كمان تنزل دلوقتي تلف التراك شوية، وبعدين بتسيبه وبتروح تصحي بقية أولادها. أما بقى أسرة كريم اللي بيكون قاعد بيفطر هو ومراته وزياد ابنه، اللي بيبدأ طول ما هو قاعد عمال يفكر إن هم دايما مش مركزين في أي حاجة ودايما مشغولين بالتليفون. حتى مامته لما قالت لسيري على التليفون إن هي تفكرها بإن هي تعدل الجدول بتاع زياد ابنها، وبعد كده بتقعد تشرح له بقى وتقول له قد إيه باباك كان شاطر، قد إيه باباك كان ممتاز جدا طول فترة الدراسة. مش بس كده، ده كمان أبوه بيطلب منه إن هو السنة دي بقى يطلع الأول على الجمهورية. ولما شريف بيروح الشغل وبيبدأ يتكلم مع مديره بيعرف منه إن هو ممكن يشتغل على عربيته أوبر، وبيقوله إن أنت وقتها ساعتها على الأقل هتوفر تمن البنزين، مش لازم يعني تشتغل عدد ساعات زيادة، ممكن بس ان انت تحدد وجهة وساعتها هتاخد اي حد في سكتك وانت رايح الشغل، وانت راجع تعمل نفس الكلام، ووقتها اقل حاجة هتقدر توفر تمن بنزين عربيتك طول الشهر. وفعلا شريف بتعجبه جدا الفكرة دي وبيقرر ان هو ينفذها وهو مروح من الشغل. وفجأة بالليل يوسف بيروح لأخته الكبيرة لينا وبيقول لها ان تليفونه اتهكر، ولما بتقوله اتهكر ازاي يعني؟ فبيقول لها مش عارف. فبتاخد التليفون وبتبدأ تبص هو كان عامل سيرش على ايه. فبتقوله طب ما انت هو اللي دوست على لينكات انت مش عارف ايه دي، طب ما هو كده لازم يتهكر. بعد كده بيظهر شخصية على الله اللي بيكون قاعد جاهز ان هو يستنى حفيده سليم اللي هيقعد معاه شوية لحد ما ابوه وامه يعرفوا يرتبوا الورق بتاعه ويسافر لهم، وان هو اشترط عليهم انه علشان ياخد سليم يقعد معاه من غير موبايله. بعد كده شروق بتبدأ تقرا ورقة الطلبات بتاعة أولادها للسنة الجديدة علشان تتفاجئ إن يوسف برضه طالب منها إن هو عايز روبوكس. فبتبدأ تحكي ليوسف وأولادها إن باباهم قد إيه بيتعب علشان يوفر لهم الحاجات اللي هم عايزينها في نفس الوقت اللي شريف بيكون فيه راح علشان يزور أمه، واللي عارفة دايما إن هو الحياة صعبة ودايما متطلبات الحياة بقت كتير، فبتعرض عليه برضه إن هي تديله الذهب بتاعها، ولكن هو برضه مش بيرضى. أما بقى الكريم اللي بيكون مع مراته وابنه في العربية وبعد كده بيطلبوا منه إن هو يقعد في العربية دقيقة واحدة ينزلوا يشتروا حاجة ويرجعوا تاني، علشان أول ما ينزلوا ويسيبوا العربية زياد يروح يقعد مكان السواق على طول،
ويبدأ يفتح القميص بتاعه ويطلع السلسلة اللي هو بيلبسها، ويبدأ يحس إن هو عايز يطير بالعربية. ولما كان في حد عايز يخرج في نفس الوقت، بيجي الفرصة لزياد إن هو يسوق العربية، فبيحرك العربية ويرجعها تاني مكانها. ولما مامته بتيجي بتقوله إيه ده، هي العربية دي متحركة؟ فبيقول لهم لا ابدا، بيتهيألكوا ده يمكن بس عشان كان في عربية هنا ومشيت. بعد كده شريف بيروح البيت وهو جايب هدية لشروق، أورج، لأن هي كانت بتعزف عليه وكانت شاطرة جدا فيه وهي صغيرة، وبتقعد تغني لهم وتعزف وكلهم بيغنوا معاها. وبيكون سليم برضو وصل لجده علشان يقعد معاه. تاني يوم الصبح بيشغل الابليكيشن وهو رايح الشغل، وبيجيله ريكوست وبيركب معاه 2 متجوزين اللي بيحصل ما بينهم خناقة كبيرة جدا، وبيبدأ كل واحد فيهم يقول للتاني يا مصطفى. فشريف طبعا بيقوم سائلهم يقول لهم ايه، هو مين فيكم مصطفى؟ فبيقول له انت عايز يعني اندهلها باسمها علشان خاطر انت تعرف اسمها؟ فشريف بيرد عليه بمنتهى التلقائية ويقول له على فكرة مراتك اسمها شيماء، لان هي اللي عامله الريكوست. وبيقول لهم يا ريت بقى تنزلوا من العربيه وتكملوا خناقه في حته تانية. اما بقى هنا بتبقى بتطلع لايف على تيك توك، وبتبدأ تقدم نصايح للستات المتجوزين وازاي يعاملوا أجوازهم. في نفس الوقت بتقول لهم أول ما جوزك يجي يا ريت تقلعيه الجزمة وتحطي رجليه في شوية مية، يا سلام صدقوني هيتبسط جدا، صدقوني هتبقوا ساعتها أسعد زوجين في الدنيا دي كلها. علشان تتفاجئ إن في نفس الوقت جوزها داخل بالجزمة على السجادة، فتبدأ تشاور له بإيديها ورجليها وتجز على أسنانها إن هو يخرج أو يبعد. وبعد كده تقوم تضطر ان هي تطفي اللايف وتقوم رايحه له وتقول له انت ايه اللي انت بتعمله ده يا سامح، ما عشان كده العيال هتقلدك، ينفع كده يرضي ربنا ده؟ فيقول لها معلش يا ستي ما تزعليش، طيب طمنيني عليك انت بقيتي كويسه؟ فتقول له اه اقول لك بقى كويسه ان انت من باب ان انت بتطمن عليا، ولا اقول لك كويسه عشان تقول لي حضري لي العشاء؟ فبيقول لها والله يا ستي بطمن عليكي. فبتقول له اه الحمد لله بقيت كويسه. فبيقول لها طب خلاص حضري لي العشاء بقى. فبتقوم متعصبه عليه وتسيبه وبتمشي. بعد كده يوسف بيكون قاعد في الحمام وبيلعب لعبه روبلوكس، ومامته بتكون واقفه بره مستنياه وعماله تخبط عليه وتقول له يلا يا يوسف اطلع يلا بسرعه، انت بقالك كتير قوي في الحمام، عارف لو معاك الموبايل انت حر. فبيطلع لها يوسف ويعمل نفسه كأنه كان بيستحمى، وفي نفس الوقت بيسيب التليفون جوه على الغسالة. وأخته لينا بتدخل بعديه علشان تاخد دش، ولكن بيظهر إن كاميرا الموبايل بتاعت يوسف بتصور. ولحد هنا تنتهي أحداث الحلقة الأولى.